بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من كلمتين عن ماشي. عندنا 3-4 مواضيع هنتناقش فيهم النهاردة مع بعض، وإن شاء الله بإذن الله. طبعا أول موضوع هنتكلم فيه موضوع ماتش الأهلي ومباراة بلوزداد بطل الجزائر. المباراة دي طبعا بعد ما كسبنا يوم كان يوم 11 في الشهر، كسبنا 6-1 الفريق الجزائري. طبعا في دلوقتي الجماهير والمدرب والاستعداد على اكمل وجه، وفي حشد جماهيري وفي تخفيض في اسعار المباريات، اسعار المباراه يعني. ان هم طبعا عايزين يسقروا من الهزيمه، وده من حقهم طبعا. وان شاء الله يعني تكون مباراه. احنا طبعا في المركز الاول، عندنا 7 نقط، فوزين وتعادل. وربنا يهدي مستر كولر على التشكيل اللي هيعمله. يعني مفروض من الناس اللي راجعه، يعني طبعا الشناوي هيرجع مكان شوبير، واشرف داري هيرجع مكان ياسر ابراهيم، والشحات مكان بيرسيتاو، وعمر كمال مكان اكرم توفيق. بس اكرم توفيق هيرجع نص الملعب، وقفشه والسوليه. يعني ممكن يبتدي بالسوليه وبعدين يرجع في الشوط الثاني يلعب بقفشه. يعني تغييرات مهمه. التشكيله الاساسيه اللي احنا المفروض نلعب بيها المباراه ديت، وربنا يوفقنا في المباراه ديت انها هتفرق معانا كتير. فنتمنى الفوز للنادي الاهلي، ونتمنى ان هم يكونوا على استعداد تام للمباراه ديت. في موضوع تاني اتكلم فيه برضو، موضوع رضا سليم. طبعا انا كنت اشدت بان الراجل هو راجل محترم، لعيب محترم، ليه ولاء للنادي الاهلي، حابب ان هو يعني حابب او عايز يعني يكمل في النادي الاهلي. طبعا هو حط ايديه على نقطة مهمة جدا، ان في مشكلة عند الادارة. مش هنقول الادارة، هنقول عند كولر والجهاز، ان هم ما بيتعاملوش نفسيا مع اللعيبه. يعني هم بيقول لك انا بعد اصابتي اللي انا اصبتها في الكتف ديت، رجعت ما لقيتش حد كلمني ولا حد حاول يرفع، او انتم محتاجين ايه. وبرضه عبد القادر اتكلم في الموضوع دوت، ان الناس هناك ما بتتكلمش مع اللعيبه. في لعيبه بتبقى محتاجه ان انت تتكلم معاها نفسيا، ترفع من روحها المعنويه، تديها حافز، تفهمها. يعني مثلا عبد القادر ورضا كان عايزين يفهموا احنا قاعدين ليه. انت من حقك كمدير فني انك ما تتكلمش في، او ما تحدد مين اللي يلعب او مين اللي ما يلعبش. يعني بس على الاقل انا في شخصيات كده من اللعيبه ببقى محتاج افهم انا محتاج ايه اللي ناقصني، اتدرب ازاي، انت بتفكر في ايه. طبعا انت سايبهم وما بتتكلمش معاهم في اي حاجه، فوصلت بيهم المرحله انهم نفسيا نزلوا، وصلوا لمرحله ان هم مش بيأدوا، مش ظاهرين باحسن صوره يعني. ويعني رضا سليم كان بيتكلم ان الموضوع مش موضوع مادي، لا، الالتزامات الماديه من جهه النادي الاهلي على اكمل وجه. محدش مقصر معايا في الالتزامات الماليه. بس الفكره كلها ان انا محتاج حد يرشدني، حد يتكلم معايا، حد يفهمني ايه الوضع، مستقبلي ايه، هلعب ولا مش هلعب. الحاجات دي كلها بتفرق من لعيب للعيب يعني. ف اللي احنا بنتمناه، اذا كولر، هو كولر جاف اساسا. يعني اللي انا شايفه وملاحظه ان هو كولر جاف، بس كولر في نفس الوقت محتاج ان هو ادام انت مش هتقوم بالمهمه ديت، عندك قمصان المفروض يتكلم مع اللعيبه. يعني انت كسامي قمصان، انت المفروض انت موجود، يعني تتكلم مع لعيبه، تهديهم اذا كانوا هم متضايقين عشان خاطر ان هم ما بيلعبوش، تفهمهم المدير الفني بيفكر في ايه، ايه اللي ناقصك، ايه اللي انت محتاج منه يعني. هنرجع تاني برضو للنادي الاهلي. بيقول لك ان ايفرتون دي سيلفا من اهم الصفقات. طبعا هو بالنسبه للمبلغ المالي اللي هيدفع لايفرتون، هو مبلغ الناس اتكلمت في 2 مليون 300، وفي ناس بتتكلم في 1 مليون 800 يعني بالنسبه للنادي.
بس من شروط النادي الاهلي ان هم يدفعوا على اقساط. موضوع الاقساط ده مش بخل او النادي الاهلي مش عايز يدفع، لا، انت عندك تقريبا قرار من البنك المركزي بالنسبه للدولار اللي بيطلع من البلد انت تقدر تدفع على قسطين، يعني مش هينفع ان انت تدفع الموضوع كاش، يعني ما ينفعش ان انت تطلع عمله صعبه من النادي في مره واحده. مثلا اذا كان المبلغ 3 مليون او 2 مليون 800 دولار، فانت بتطلعهم على قسطين. فهو ده اللي محجم الاداره في التعاقدات، وانهم يجيبوا لعيبه بالنسبه للعيبه اللي هي بتطلب، بالنسبه للانديه اللي هي بتطلب عفوا ان انت تدفع كاش يعني. فهو فيرتون دي سيلفا ده ناس كتيرة قوي اتكلمت ان هو خلاص على ابواب النادي الاهلي. بس امبارح برضو كنت متابع كابتن شوبير في النادي الاهلي على برنامجه ان هو بينفي الموضوع ان في ان ممكن يكون في بيتكلموا مع فيرتون، بس الموضوع بعيد يعني. ده اللي قاله احمد شوبير امبارح. طبعا بالنسبه للعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي زي واحد زي بيرسي تاو خلاص هو تقريبا كده دي النهايه مع النادي الاهلي او علاقته مع النادي الاهلي. في ناس اتكلمت امبارح انها بتقول لك ده هو هيروح السد القطري والسد القطري محتاجه. بس الفكره فين دلوقتي؟ ان السد القطري مع الكابتن محمود الخطيب عايزين عمليه تبادل، يعني يجي بغداد ابو نجاح يجي النادي الاهلي وبيرسي تاو يروح السد القطري، والنادي الاهلي يتحمل راتب بيرسي تاو وراتب بغداد بونجاح. وفي ناس طلعت قالت لك لا انت لا، هو بيرسي تاو عايز يروح السد القطري، لا احنا نقعد نتفاوض مع بيرسي تاو بالنسبه الفلوس اللي هي بتاعت نهايه العقد. انت هو ليه 1.5 مليون، وصلوا انهم كانوا بيقولوا 800، وصلوا انهم بيقول لك $1 مليون، والموضوع ده هيتحسم بعد ما يرجعوا من الجزائر وبعد الماتش المهم اللي هيتلعب دوت. فبالتالي انت كده وصلت لمرحله ان خلاص بيرسي تاو على اعتاب ان هو يسيب النادي الاهلي. انا بفكر يعني ادام انت بتعمل صفقات، طب ما تشوف الطيور المهاجره بتاعتك. يعني واحد زي عبد القادر، ما هو المشكله ممكن الاداره عايزه تفكر في عوده عبد القادر، بس هي المشكله ان برضو ان ناس طلعت اتكلمت واخبار وصلت لنا ان المشكله في ان عبد القادر وعلاقته مع ميرسل كولر علاقه سيئه. ان هم بيقول لك قعدوا 8 شهور او 7 شهور ما بيسلموش على بعض يعني حتى يعني. ف بتمنى من اداره الاهلي انها تكون لها اليد في انها تحل المشكله دي ما بين اللاعب والمدير الفني. هي الاداره بس مش ان انت تجيب صفقات وان انت تدور على محترفين لا، انت عندك واحد زي عبد القادر ده انت محتاجه في الوقت ده، يعني انت محتاجه في الوقت ده. امبارح كده موضوع زيزو يعني والاباني وابراهيم سعيد امبارح كانوا بيتكلموا في البرنامج بتاعهم. يا استغربتهم، يعني هم عمالين بيتكلموا ان في نادي اخر مره جدد فيها زيزو كان جاي له من 5-6 مليون، وقال لك دول لازم يجيبوا مندوب عشان خاطر يتفاوض مع نادي الزمالك. والاباني بيقول له لا، ده ممكن سهله بالفاكس. اوكي، هو الفاكس موجود دلوقتي يا جماعه، بس احنا اتطورنا والدنيا بتتعامل بالايميلات دلوقتي. فاكس ايه اللي انت بتتكلموا فيه ده؟ يعني انا برضو يعني سايبين الموضوع كله يقولوا لا ده ايميل، لا ده يقولوا ده فاكس. لا مالوش حتى ايميل، هما الاثنين بيتكلموا في حته الفاكس، انا اللي بتكلم في الايميلات. هو الموضوع دلوقتي الناس بتتعامل بموضوع الايميل، يعني ما فيش حد بينتظر فاكس دلوقتي او نادر يعني. وممكن تكون في جهات حكوميه لغايه دلوقتي لسه بتتعامل بالفاكس يعني. بس طبعا رجعوا لنقطه ان زيزو كان المفروض ساعتها من التجديد اللي فات دوت، بدل ما كان يجدد وانت مش قادر تجدد له، وعارف انه بعد كده متطلباتها هتكون اكتر، بتدخل في ال100 مليون وال120 مليون وال200 مليون وعاملين نسمع ارقام زي ديت. انت جاي داخل لك من 5-6 مليون دولار، كنت جبت 5-6 لعيبه كنت زمانك دلوقتي بتنافس على الدوري، وممكن تكون السنه الجايه تلعب دوري ابطال افريقيا. بس انت بالطريقه ديت بالطلبات اللي طالبها كروس في الفتره اللي جايه ديت، مش عارف انت كنادي زمالك هتقدر توفي
بالوعود ديت ولا مش هتقدر توفي. يعني هو عايز يستغنى عن 6 لعيبه، عايز كروس عايز يمشي 6 لعيبه. عمر فرج مشلان الجزائري، سيف الجزيري عفوا، سيف جعفر، في اللي اسمه محمد عاطف، في واحد تاني حاجه اسمه موهوب او وهاب ياسر تقريبا، انا مش متذكر اسمه يعني. وعايز 2 اجانب، وعايز جناح، وجناح مصري، و2 ديفندر في خانه النص. طب انتوا هتجيبوا منين الكلام ده كله يعني؟ هو بيقول لك استراتيجيه نادي الزمالك دلوقتي اللي هيبتدي يتحرك فيها، او عشان خاطر الظروف الماديه بتاعته، مع ان انا شايف ان البلد كلها واقفه معاه. يعني هو دلوقتي عليه 120 مليون جنيه مصري عشان خاطر يدفعها لاتحاد الكوره، عشان خاطر يقدر يأيد اي صفقه هيقدر يجيبها الفتره الجايه، يقدر يأيدها. ما مش قادر يدفع. ما قالوا له خلاص ادفع 60 مليون، مع ان ما فيش نادي تاني بيتعامل نفس معامله نادي الزمالك يعني. بس الاستراتيجيه اللي بيلعب بيها نادي الزمالك، او اللي بيفكر بيها يجيب بيها لعيبه في الوقت الحالي، يعني ان اللعيبه تكون فري. يعني اول حاجه لما اجي ادور ان اللعيب الفري ده يكون فين، عشان خاطر واشوفه بقى بعد كده هل يصلح ولا ما يصلحش، دي حاجه. او اخده اعاره بدون ما يدفع لاي حاجه للنادي اللي بيعار منه، بس يدفع الراتب للنادي للعيب يعني. فكده النادي الزمالك بيدفع راتب بس يعني. فهي دي الاستراتيجيه اللي هم بيتحركوا فيها بالنسبه لنادي الزمالك، عشان خاطر يجيبوا لعيبه يعني. وبس كده. ومفيش مواضيع تانية انا متذكرها يعني الواحد يفكر فيها او يتكلم فيها. وان شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم وعلينا، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون احسن، والتوفيق ليكم ولينا ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.